الله تعالى وبركاته، كل حب وتقدير لجميع المتتبعين في مكان في هذا العالم. راكم عزاز وغاليين. الفيديو فيه حقائق ضروري تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وفيه رسائل مهمه لسعاد جوهره مغربيه الله يرحم لكم بها الوالدين. شكون اللي الظالم ولا شكون المظلوم؟ تتهمنا البنت فاطمه زهراء. رجاء خوتي العزاز خلونا من هاد الطيار ضد هاد الطيار. هنا الموضوع حساس، غادي يدي عليها المستقبل ديالها، حيت غادي تصاب بزاف ديال العقد النفسيه. بالله عليكم خوتي القنوات رأفة بين هاد البنت، تضمنوا ولو مره واحده على قبل هاد البنيته. الله يكثر خيركم، الله يرحم بها الوالدين. انا تنشوف هاد سعاد، هاد جوهره مغربيه، رغم انه كانت عندها خرجات غير موفقه، ولكن اليوم حان الوقت باش تجمع هاد الاسره من جديد. حان الوقت باش نقولوا الجوهره مغربيه راكي شتي اللي تيتباع الخوا الخاوي فين تيوصل. وفي نفس الوقت غادي نقولوا حتى البنيتات عينت على تتعلم عمرها تتفوت الحاجب، الا ما تخلوهم يحسوا ويصلحوا ذات البين بيناتهم. فعلا احنا ما عمرنا كنا ضد شي واحد، دائما تنبغوا نخيطوا بخيط بيض، وجهه النظر ديالنا باحترام. عمرنا ما قلنا العفه على شي واحد، وعمرنا ما كان هدف ديالنا هو لا طونطونس ولا لا سنس. فعلا بغينا قناتنا توصل للقمه ان شاء الله، باش يكون واحد الصوت ديال الحق. ما بغيناش نتخلدوا في هذا العالم الاحمر بشي حاجه اللي من بعد ندموا عليها، من بعد ما نضربوا واحد العمر. راه خوتي العزاز كلشي تيفوت، مني تلقى راسك طارح الفراش تقول لكم غير عطاني الله الجهد نخرج غير فيديوهات نقيه، لان حتى واحد ما تيعرف اش واقع بين الاسر الا بيناتهم. حنا غير داكشي اللي تيبان لنا سطحي تنديروا التحليل. وانا غالبا تتشوفوني كيف تنهضر، عمرني وابدا نمسي واحد. اليوم فاطمه الزهراء هي بنتنا مغربيه، بغيناها تحس ان المغاربه كاملهم متضامنين معها ومع الام ديالها، رغم انها غير موفقه في الخرجات ديالها اللي كانت قبل. هانتوما تتشوفوا بنتها يسرى تتقول لي اللهم معاك انتي، يعني حسوا الفرق. راه كذب عليكم كذاب. راه الام ما تكون كيف ما كانت تتبقى الميمه الحنينه، رغم انها ضربات في الشرف ديال هاد البنيته يسرى، وكانت يار مسكينه غير سامعه لشي وحدين وتيحرضوها وتيقول لها شوفي باش تنتقم هي من ديك مرات الاب. هذا مجرد انها تنتقم مرات الاب، حتى ان مرات الاب راه كانت في الاول ما عندها حتى، يعني جات هي مجوجه على سنه الله ورسوله. هي ما جايه نوايا ديال انها تقذف ولا تشتت هاد الاسر ولكن الاحتكاك تيبان لهم الفرق. راه ما غاديش يحن عليهم اكثر من الام هي اللي تتكون حنينه بزاف، مهما تكون ديك مرات الاب طيبه ومهما تتبقى هذيك مرات الاب. اذا هنا تنقول لكم الله يرحم لكم بها الوالدين، اللي عنده وليدات ويحضن عليهم، اللي عنده الفلد الكبيد يرأف بيه، واياك ثم اياك يكون عندك شي هدف اخر. دابا جوهره مغربيه حسات بالندم، عرفات اشنو الغلط اللي دارت. نهار كانت بوجينا وتيقول لها خرجي قولي. كذلك هذاك سي محمد اللي معتقل تيقول ياك ورجع الزمن لور كاع ما غاديش نتزوج، شبيني انا وبين شي قناه، واش بيني انا وبين شي زواج. كذلك هاد المرات الاب تقول لك وكون انا عندي العقل اش بيت شي واحد اللي عنده الولاد. يعني كل واحد تيعاتب نفسه من زاويه خاصه. حنا ماشي تنقولوا لك اختي راكي درتي ولا فعلتي، انا ما عرفتش واقع بينكم وبينهم في داخل الدار، ولكن الحنان ما يمكنش. واخا تحني تعطي، واخا تعطي اللي عطيتي تتبقاي. ماشي حنا تنقللوا ولا تنقزموا منك، ولكن هذا هو الواقع، نتقبلوها بكل من الاخر. راه مرات الاب تتبقى مرات الاب، هذا لا يعني انك انت قليله الترابي ولا قليله الاصل. هذا الشيء توارثناه ابا عن جد. الاصل تيقول لك ان مرات الاب تتبقى مرات الاب. انت جيتي بنيه انك بغيتي تزوجي، ولكن كانت هناك اخطاء، الخرجات ديالك كانت طيبه غير موفقه. كنتي ما غاديش تعطي في اليوتيوب، كنتي غادي تباني مرات الاب المثاليه. ماشي منين خرجت الزوجه الاولى بديك الحرقه وبديك الغيره درتي عقلك فيها. المهم حنا ماشي وقت العتاب، ماشي وقت العتاب، حنا وقت اننا نعتقوا هاد البنت. اذا جوهره مغربيه راه ساهل الامر، لاش نتيا تتبكي وتهللي؟ لاش غادي تخلي ديك البنت تزيد باقي في ديك مركز لحمايه الطفوله؟ هي ماشي معتقله، ولكن باش يعاودوا كي تنقولوا يعاودوا يسجدوا لها التربيه اللي كانت غير كانت دارت شي حاجه ماشي هي ديك الام ديالها. كلشي ساهل اختي جوهره، غادي تمشي تستأنفي الحكم بالزربه
وتقولي انا بغيت بنتي غادي نحضنها، وهي بان ليها دابا الفرق بان ما كاينش اللي غادي يحميها قد بنت قد ماماها. اذا المشكل تحل، وتعاودوا ترجعوا ديك اللمه، وتعاودوا ترجعوا ديك المحبه، وتعاودوا وكل وحده تجلس واحد الجلسه، تحطوا النقاط على الحروف، وها شنو وقع وانت كنتي ما عليك ديري هكا. واحد الليله ديال انكم تفضفضوا على قلبكم وتخووا داكشي اللي بيناتكم، جلسة صلح بينكم وبين الذات ديالكم ومع العائلة ديالكم. وفعلا حنا تبعنا لادسنس وبينا نطلعوا القنوات حتى شتتنا الأسرة. هذا الواقع والحقيقة اللي خصكم تقروا بها وتعترفوا بها. كنا حنا ما كانش علينا نتبعوا لادسنس، ها نتوما تدمرنا. شوفي اختك سميرة دابا لو كان عطيتيها واحد الفرصه دابا غادي تقول لك يا ندمتيش بيني وبين شي ادسنس. راه اليوتيوب يعطيك اليوم وغدا ترجع كلشي المشاهدات تتنقص. يعني خصك دائما ديري مشاكل باش نتيا تربحي الادسنس على ظهر وليداتك ولا على ظهر راجلك ولا على ظهر جيرانك ولا. يعني داك فلوس السحت اللي تياكلوا بعض القنوات. انا لا اعمم، لان الانسان اللي كان عنده تيقول انا خصني نجي مع هاد الجهه واخا هي ظالمه، هذوك راه فلوس السحت. لان ما يمكنش تعرف الظالم مظلوم، كذب عليك كذاب. الاسر عندها 4 ديال الحيوط وعندها الباب ديالها، هما غير داكشي اللي خرجوا، ولكن الحقيقه هما اللي تعرفوها بعضياتهم. اذا اش بيني انا وبينهم ندير الاثم ديالهم؟ انا ندخل بخيط بيض، شفت شي حاجه ما يدار نديرها، ما كاينش نرجع باللور. هكاك انا نشوف دابا سميره شحال واحد طلعت لي قانتو مع سميره، وانا كانت اتصلت بيا واحد الاخت من الجاليه المغربيه وهي تتفرج فيا، تتقول لي وانا صائمه وفي هذا الشهر المبارك اتحمل المسؤوليه. قالت لي يا جوهره الا بغيتي تطلعي قناتك سيري مع سميره، كوني في صنف سميره. وانا نقول لها والله ما نكون انا مع السي سميره. انا حاولت نصلح بيناتها وبين راجلها، ما فت عليها 6 الفيديوهات ولا 4. شتا ما بتصالح وتنبين ليها بان راه الزمان غادي يدور بيك وتبغي ولو غير جلسه مع داك السي يونس الله ما تلقيها. وهذا الشيء اللي وقع. ولا مشيت للافون ديالها نهار تشد ديك ورقه الطلاق والله تتلقاها تتبكي وتهلل، رغم انها هي قالت نرجسي. وانا علاش؟ لان عرفت بانه خسرت واحد الجوهر تماك. مهما يكون خايب راه تيبقى باين ولادك، تيبقى واحد الانسان اللي يقدر اللي ممكن يعطيك بزاف. دابا قولها هي تتزوج غادي تخاف على وليداتها. ها هي ضيعت راسها وداك وها هي دوك الوليدات والله غدا ولا بغدا حتى يقول لها انت هي اللي كنتي السبب ديالنا. ما غاديش يعقلوا عليك، غادي يقول لك خلينا حنا نجرو غير في ديك الفيرما، ما بغينا حنا حتى شي حاجه، لا لباس لا فراش لا صبابط لا. حنا بينا غير ندورو مع راسنا مع با جدي وندورو مع جداتي ومع عمتي، بركت علينا تنكبروا حنا وغادي نكونوا راسنا. شحال من فقير في القريه وحق الله الا كنت نعرف واحد السيد اقسم بالله العلي العظيم الا راك بير على البيكالا غير حديده ارسلك وغادي بها تيضرب بها من نواحي تارودان حتى الليسي الكوليج والليسي والشتاء والغيس. ايام الخير كانت عندنا الشتاء كاع ما تتسكت. ودابا بغينا غير شويه الشتا ما كايناش، مشات هربات على حساب القلوب ديالنا اللي ولات قاسيه وكل واحد تيبغي غير يدخل بالخيط الاسود. ما بقاوش العائلات شي تيزور شي وتيبقى ديك صله الرحم، ما بقاتش لا صله الرحم، ما بقات لا حنفيه نحنفيك حتى نزل علينا الغضب ديال الله سبحانه وتعالى باش والعتاب ديالنا والعقاب ديالنا انه رفع علينا الماء اللي محتاجين ليه. وتتعرفوا الدور ديال الماء الا ما كاينش الشتا راه ما كاين والو. هذاك السيد علاقه الله اكبر ها هو دابا ولا لك انجينيور، رغم الفقر المدقع ورغم ديك المعاناه ولا لك انجينيور. هيا دابا فرنسا عيطت له ومشى لك لاله خدام في شي بنكه كبيره في لا فرنسا. اذا خوتي العزاز راه هاد المشكل ديال الجوهره وديال سعاد راه فيه بزاف ديال النصائح وفيه بزاف ديال الحاجات اللي خصنا نستافدوا فيها. واي وحده تتخرج تضرب في راجلها وتضرب في ناسها راه غادي يوقع لك نفس المصير. راه لا تسنس عمرو كاع اللي تتخرج الاسرار ديال العائله راه ما غاديش يبارك لك الله، لان انت خالفتي الله قبل ما خالفتي داك الزوج وكان الهدف ديالك لا تسنس. والاسرار عمرها ما تتخرج، الاسرار دائما تنحضنوا عليها وتنحضنوا على وليداتنا. اذا جوهره راه وديتك الحل كلشي سهل. ربي يسهل عليكم تجمعوا مع وليداتكم ويسر لكم وتطفوا هذا الغضب والله يدير التاويل حتى لهذيك مرات الاب تفكر وتعرف شنو كيفاش تجي غير المسائل ديالها. وداك المعتقل الاب ديالهم السي محمد الله يعمل سيدي ربي يطلق السراح عام قريب. الاذان هذا مع هذا الاذان الله يسر لكم اموركم. المتتبعين الغاليين